السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد ومساء الفل على احلى اخوات واحلى متابعين، على حسب طبعا تشوفي الفيديو. لو اول مرة تشوفيني، انا اختك سحر، ودي قناتي قناة روتينات. ما تنسيش الاشتراك ان شاء الله في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا اللايك والكومنت بتاعك اللي بيدعموا القناة وبيفرحوني. طبعا عايزة اقول لكم ان انا بقالي طبعا فترة، بقالي حوالي مش عارفة تقريبا اسبوع مش بنزل اي حاجة. نقول الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مش بنزل فيديوهات ليه؟ بتمنى طبعا كل شوف الفيديو او بيسمعه او حتى بالصدفة والفيديو جاله، بتمنى ان هو يترحم على خالتي الله يرحمها، الحاجة فاطمة، ويقرا لها طبعا الفاتحة ويدعى لها بالمغفرة والرحمة، وهي وجميع موتانا وموتى الناس كلها، اللهم امين يا رب العالمين. لان خالتي توفت الاسبوع اللي فات، او اول الاسبوع يعني اللي احنا فيه دوا. اتوفت، عشان كده بقالي يعني كذا يوم مش بنزل معاكم اي حاجه، لاني بصراحه لا قادره ولا ليا نفس ان انا انزل اي حاجه خالص. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده متصور بقاله يومين، والنهارده التالت مش يعني مش قادره ان انا منتجه او امسك الموبايل واقول اي حاجه. آه، انا عارفه ان ده ضر الدنيا عندي في القناه يعني، وان هو مش احسن حاجه. يعني طبعا انتوا عارفين ان القناة بتاعتي صغيرة اصلا، والمفروض ان انا انزل عليها على طول عشان الريتش بتاعها يعلى، عشان هو كده هبط تاني في الارض الحمد لله. بس نقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، نقول الحمد لله. وننساش بالله عليكم تدعوا لها بالرحمة وقراية الفاتحة، وهي وجميع موتانا اللهم امين يا رب العالمين. نبدأ بقى الفيديو. هو الفيديو مفيهوش حاجات كتيرة، هو فيديو بسيط. الاول زي ما انتم شفتوا حضرت فطار، الفيديو على مرحلتين. اول مرحلة كانت الصبح، كنت مع البنات حضرت لهم الفطار. الفطار كان كنت عملت لنفسي شاي بلبن، وعملت الجمانة والفوف كاكاو. الكاكاو اللي انا كنت جايباه اللي انا قلت لكم جايباه من العبور، اللي هو الاسباني ده، حلو قوي. واللي هيشتري يتاكد ان الكاكاو اسباني، عشان في ناس بتقول طبعا يعني التجار بقى انتوا عارفين عشان يبيعوا يقول لك ده اسباني، بس هو مش بيبقى اسباني، بيبقى ريحته بصراحة بتبقى باينة او طعمه بيبقى باين. إيه، وعملنا فول، وكمان بابا غنوج وبتنجان مقلي وفلفل. طبعا ده كان من المطعم مش انا يعني اللي عاملاه. وبعدين لبست رحت الشغل، وبعدين لما رجعت كانت جوجو ابتدت كانت طلعت كبده، ودي كبده بلدي. وطريقة عمل الكبدة البلدي، اللي انت طبعا معروفة ان احنا مش بنغسلها، لان طريقة الكبدة البلدي ليها طريقة، وطبعا الكبدة المستوردة ليها طريقة تانية. الكبدة البلدي مش بتتغسل ابدا، مش بتتغسل، هي دوبك بتتجاب من الجزار. وطبعا انت بتحطيها في مصفى زي كده عشان تصفي سوري اي دم او اي سوائل فيها. التتبيلة جوجو عملتها، جابت الاول توم، وجابت فلفل دقيتهم كده. طبعا هي ما دقيتهمش بقول لها دقيتهم في الطبق، قالت لي لا يا ماما دقيتهم، ده انا حطيتهم كده وبعدين دقيتهم في الهون. انا مش بحب اضربهم في الكبه بصراحه، بحطهم في الهون، فهي بتعمل زي. وهنا جابت ليمون كتير بقى، لان الكبده بتحب الليمون، وانا بحب ارش ليمون كتير على الكبده قبل ما ابتدي اشتغل فيها. وجابت طبق تاني حطت فيه زيت، وحطت فيه توم، حطت فيه فلفل اسود، كزبره، بابريكا، وطبعا شطه لو انتي حباها، وطبعا كمون. وهتحط طبعا الليمون. كنت انا هنا بقى جيت من الشغل وقلت بقى ايه ادخل اساعدها بدل ما تعمل كل حاجه لوحدها. هنا عصرت ليمونه على الكبده، وهقلبها كده وهركنها على جنب لغايه ما جوجو تخلص التتبيله. وبعدين هبتدي بقى على البوتاجاز، هبتدي اعمل معاهم الرز على طول. وبعد ما اعمل الرز، هعمل يعني الرز الاول، وبعدين هبدأ بالكبده، لان احنا عارفين ان الكبده مش بتاخد وقت كتير. الكبده يا دوبك يعني اخرها 5 7 دقايق كده على النار، مش اكتر من كده، لان لو اكتر من كده الكبده بتعمل بتبقى زي الكاوتش كده، ما بتبقاش طعمها حلو. فانا قلت ابتدي بالرز، لان الرز هياخد له مثلا حوالي ربع او تلت ساعه على النار. طبعا احنا عملنا مع الرز مع بعض كتير، انا هعمله رز واحده بواحده. تحطي الاول الماده الدهنيه بتاعتك، زيت وزبده او زيت وسمنه، او زيت بس زي ما تحبي، وبعدين بتنزلي بشويه رز يتحمروا، وبعدين بقيه الرز وملح ومرقه دجاج. دي اختياري، حباها او مش حابه تحطيها، دي اختياري. وانا ما بحط، لو عندك شوربه لحمه او شوربه فراخ بدل الميه، وانا بحط ميه من الحنفيه، ما بحطش ميه سخنه بصراحه. بس اهم حاجه او اهم تركه باخد بالي قوي منها، ان انا لازم اشوح الرز كويس قوي في الماده الدهنيه عشان يطلع معاكي مفلفل.
هقلبه وهسيبه كده بقى، هنقله على النار الناحية التانية، وهسيبه كده يتشرب كده وايه يستوي كده مع بعض مع نفسه. وهمسك بقى كده الطاسة. اهم حاجة وانتي بتعملي الكبدة، عشان سوري انا اسفة، ما تنزلش الدم بتاعها او السوائل بتاعتها منك، وتاخدي طريقة كويسة او طريقة سوا كويسة، ان الطاسة تبقى سخنة جدا والزيت اللي فيها سخن جدا. تمام. فنزلت الاول بالثوم والفلفل اللي جوجو كانت عاملاه، فلفل رومي وحامي او فلفل رومي بس زي ما انت تحبي. ونزلت بعد كده بنص التتبيله، ونزلت بالكبده. الكبده ما بقلبهاش على طول، بستنى لغايه ما تاخد صدمه كده ولونها يتغير، وهبتدي اشوح الكبده. اول ما لونها معايا يخضر يعني اسفه يخضر ايه، اول ما لونها معايا يتغير، بروح نازله ببقيه التتبيله والثوم والفلفل بتوعي. جربي الطريقه دي. انا كل مره هتلاقوني بعمل الكبده بطريقه مختلفه، يعني انا بحب اجدد، ما بحبش ماشيه على اسطمبه واحده او او طريقه واحده لعمايل الاكل. هنا بقى دي كانت خلاص خلصت. بتحبي بقى فلفل اخضر او حامي رومي يعني زي ما تحبي وتحطي فيها. هنا بقى كنت انا عملت سلطه، ويا ريتني ما عملت سلطه، يا ريتني ما عملت سلطه. هقول لكم بقى ليه ما عمل، يا ريتني ما كنت عملت سلطه. هنا بعد ما كنت عملت، انا عملت سلطه خضراء بلدي بتاعتنا اللي هي خيار وطماطم وبصل وفلفل. تبلتها ملح وليمون، وهحطها في طبق غير الطبق ده، يعني الطبق ده كبير فقطعت براحتي، وبعدين حطيت الطبق التاني الصيني اللي انا هقدم فيه لينا يعني. وهطلع الاكل بره. جت فريده الله يصلح لك حالك يا بنتي، والنبي ادعوا لها بالله عليكم. ولو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ليه بقى؟ هنا بقى هغرف الرز. آه طلعت بطبق الرز وطبق السلطه. دايما اقول لها اطلعي بطبق واحد، روح وتعالى احسن ما تروح ما ترجعش تاني يعني. كانت دايما امي تقول لنا كده. فالهانم راحت طالعه انا ما صورتلكمش لان بصراحه ما فيش دماغ ان انا اصور حاجات زي كده، بس يا ريتني كنت صورت لكم عشان تشوفوا المأساة اللي انا فيها. راحت مطلعه الطبق. على فكره الطبق الصيني ده كبير بس هو مش باين في التصوير. وطلعت بطبق رز، فهي طلعت طبق من هنا طبق من هنا، في الايد دي وفي الايد دي وفي انتوا شفتوا الطرقه بتاعه مش عارفه كنت صورتها معاكم، اعتقد صورتها معاكم. إيه... الطرقه اللي هي فيها الاوض والحمام والمطبخ، وطالعه على الريسبشن لقيتها راحت إيه... في اللي هي ترابيزه المكوى، راحت خبطت فيها مش عارفه. المهم راحت ايه، مش مثلا تسيبها تقع، سيبيها تقع مش مشكله ما تقع، لا سابت الاطباق من ايديها وراحت ماسكه الترابيزه. طبعا كل ده بهدل الدنيا وبهدل الطرقه وبهدل الحيطه، مش عارفه الحيطه اتبهدلت عندي. بس نقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنا بقى كنت خلصت غرفت بقى السلطه والرز والكبده الحمد لله. وده كان الغدا بتاعنا او العشاء يعني الحمد لله. وهنا بقى جوجو بعد احنا ما خلصنا دخلت المطبخ عشان تغسل المواعين والحاجة. آه، الصينية اللي هناك دي كانت مكان مكرونة بالبشاميل، كنا عاملين مكرونة بالبشاميل قبلها بيومين. ولما بنسخنها اكتر من مرة طبعا ال الط- ال- اسمها ايه الصينية طبعا بتبقى في ذمة الله يعني بتتبهدل جامد. عايزه بقى اقول لكم على حاجه بجد. مش عشان خالتي لسه متوفيه الله يرحمها ويحسن اليها ويرحم موتانا جميعا ويحسن خاتمتنا اللهم امين يا رب العالمين، لا والله انا دايما انا بقول كده في الحياه عموما يعني. ان الدنيا مش مستاهله، وان الدنيا فانيه، وان احنا كلنا اموات على الدنيا، وان احنا كلنا اموات بجد والله العظيم. آه، فمش مستاهله بجد يعني. الدنيا مش مستاهله، لا بخيرها بشرها بحلو بمر بكل حاجه مش مستاهله. فمش مستاهله ان احنا نبقى وحشين مع بعض، ومش مستنيين حتى لو هتخصم يعني. وانا مش بخصم الناس، لا طبعا في اوقات بيجي عليا غصب عني ممكن اخصم حد، وممكن اخصمه فتره طويله وممكن حاجات كتير. بس لما بخاصم هنا انا اسفه التربيه بتبين. خصمي حد خصميه بأدب باحترام، شايفة ان البني ادم ده ما يستحقش انك تكلميه او ما يستحقش ان انت تكلمه.
براحتك، بس يبقى في ادب، في تربية، في اصول طول عمرنا ماشيين عليها. وهي دنيا فجأة 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 بتنفاد. معاك فلوس بتنفاد، معاك عربيات بتنفاد، معاكي دهب او معاك دهب قد كده، معاك ثروات قد كده، كل ده بيتفاد. انا مش شيخة، ومش بوعظ، ومش حاجات كتير. انا بني ادم عادية جدا، حياتي بسيطة ابعد مما اي حد في الدنيا ممكن يتخيل. بس هي بجد مش مستاهلة، بجد. بقول لي كده لاني شفت حاجات غريبة اليومين اللي فاتوا. آم، شفت عقليات، يعني مش فاهمة ايه اللي، يعني ازاي النفوس بتوصل للمرحلة دي؟ ازاي النفوس بتوصل للمرحلة دي؟ الناس بتشوف الناس بعينيها بتموت، ودي الحقيقة، اللي في حياتنا كلنا. كبرنا وصغيرنا هيروح، مفيش حد هيخلد فيها. دامت لمين عشان تدم لنا احنا؟ فهي مش دايما لحد. انا اسفة والله، ما اقصدش عجن عليكم، بس بجد هي دامت لمين؟ دامت لمين عشان تدوم لنا احنا؟ فبجد لو مخاصم حد او مخاصمه حد، او انت شايفه نفسك مقصره مع حد، غصب عنك حاولي تغيري الموضوع ده. او لو انت في مثلا، دايما اقول ايه، سيبوا الباب موارب. نسيب الباب موارب. حتى لو هخاصم حد اخاصمه، بس بادب، بحسن الاخلاق. زي ما قلت لكم، هنا بتبان التربيه، بيبان اصل البني ادم. حتى لو هنخاصم نخاصم، يبقى الباب موارب، عشان لو في لاي سبب او اي مناسبه وحشه او حلوه. زي ما بيقولوا كده اهالينا زمان، الناس بتتلاقى، أو يعني لما يكون في ناس متخاصمه مع بعض بتتصالح، يا اما على فرح يا اما على حزن، عشان خاطر لما حتى نيجي نتعاتب يبقى في باب للعتاب. يعني يبقى في باب للعتاب. طبعا زي ما قلت لكم، بالله عليكم تقروا الفاتحه لخالتي هي وجميع موتانا، اللهم امين يا رب العالمين. الحاجه فاطمه، ما تنسوش يا رب كده الدعاء لكل موتانا. وانتوا كده دايما يا رب بخير. لو وصلت معايا لغايه هنا طبعا شكرا جدا. دمتم في رعايه الله. اشوفكم فيديوهات كتير، بالله عليكم ما تنسوش الدعاء. شكرا جدا، السلام عليكم.